أهلا بيكم في فيديو جديد. قبل ما نبدأ فيديو سمي الله وصلى على النبي. في الفيديو ده شبه هنكمل كلامنا على ال OB وهنشرح الأوبجكت. فطبعا في الفيديو اللي فات أنا كنت قلت لك علشان نيجي نحدد أوبجكت عندنا بنحدد حاجتين: الفصيلة اللي هو بينتمي ليها وكمان الصفات بتاعة الأوبجكت دوت. فتعالى نعمل المثال بتاع المرة اللي فاتت. كنت قلت لك عايزين نعمل أوبجكت اسمه عبده، فروحنا عملنا كلاس وسمينا الكلاس بتاعنا human، لأن الأوبجكت بتاعنا كان عبارة عن إنسان. وكنا حددنا كمان الصفات بتاعة أي إنسان علشان لما أجي أستدعي الأوبجكت دوت يكون عنده الصفات دي، زي مثلا دبل الويت وكمان دبل الهايت، وكمان تعالى نعمل سترينج الكولر مثلا، و انت الإيج. الصفات اللي تيجي في دماغك يعني نعملها. المهم يعني فاحنا كده عملنا كلاس اسمه هيومن، وحددنا صفات في الكلاس دوت علشان أي كائن عندي هاجي استدعيه من الكلاس دوت هيكون متاح عنده فقط في الصفات اللي أنا حددتها ديت. طبعا كنت قلت لكم كمان إن احنا بنخلي المتغيرات بتاعتنا ديت nullable، علشان أي أوبجكت عندي أكيد هيكون عنده صفات مختلفة عن الأوبجكت التاني، فاحنا كنا بنخليها nullable علشان لما أجي أستدعي الأوبجكت دوت هديله صفات مختلفة عن كل أوبجكت عن التاني. فتعالى بقى ننشئ أوبجكت جديد عندنا من الكلاس اللي اسمه human. علشان ننشئ أوبجكت يا شباب بنكتب اسم الكلاس اللي بينتمي ليه الأوبجكت اللي احنا عايزين ننشئه. فاحنا كنا مثلا عايزين نعمل كائن اسمه عبده، فاحنا اوريدي كنا عاملين كلاس اسمه human، فاكتب كلمة human. بعد كده تكتب اسم الأوبجكت بتاعك. أنا هكتب مثلا عبده كان بيساوي الكلاس بتاعي. فأنا كده يا شباب عملت أوبجكت من الكلاس اللي اسمه human. ولو جيت سألتك قلت لك إيه هي الصفات المتاحة أوبجكت اللي اسمه عبده، هتقول لي الصفات الموجودة في الكلاس اللي اسمه human فقط. طب هل دلوقتي أنا اديت صفات للكائن اللي اسمه عبده؟ هتقول لي لأ لسه ما اديتلوش. طيب تعالى ما نديله مثلا الصفات ديت. علشان أدي صفات للأوبجكت بتاعي فهكتب كلمة عبده اللي هو الأوبجكت بتاعي، بعد كده دوت. فلما أنا كتبت كلمة دوت ظهر لي الصفات اللي أنا أنشأتها في الكلاس بتاع اللي اسمه human. فتعالى مثلا نديله age، فاكتب عبده دوت age، فتعالى نديله قيمة 22 مثلا. عبده دوت الكولر هنساوي مثلا وايت، وعبده دوت الهايت 180 سنتي مثلا. عبده دوت الويت هيساوي 65 مثلا، يعني أي صفات تكتب في دماغك اكتبها. أنا كده عشان عملت أوبجكت من الكلاس اللي اسمه human واديت صفات كمان للكائن بتاع اللي اسمه عبده، زي مثلا الأيدج خليته 22، والكولر خليته وايت، والهايت خليته 181، والويت خليته 65. فلما أنا بقى أجي أعمل مثلا برنت لكلمة عبده دوت الإيدج مثلا، كده عملنا رن كده هتلاقي كاتب لي ناتج 22. ليه اداني 22؟ لأن أنا خلاص حددت الإيدج بتاع الأوبجكت بتاع اللي اسمه عبده واديت له قيمة كام؟ 22. فلما أنا بقى أجي أعمل برنت لعبده دوت إيدج هتلاقي إن الناتج بتاعه 22. فده شبه حلاوة الأو بي، إن أنا عندي المتغيرات مربوطة ببعضها. فزي ما انتوا شايفين إن متغير الإيدج دوت مربوط بالكائن اللي اسمه عبده، وهكذا بقى في الكالر والهايت والويت. إنما كان في البرمجة الإجرائية كل فاريبل بيكون مش مربوط بالتاني. فحلو أوي. تعالى مثلا بقى نعمل كده كائن تاني، أوبجكت تاني. فعشان أعمل أوبجكت تاني بكل بساطة هروح أعمل كلمة human اللي هو الكلاس بتاعي، وهسمي الأوبجكت بتاعي مثلا علي، وبيساوي الكلاس اللي اسمه human اللي احنا أنشأناه. فتعالى بقى ندي صفات للكائن دوت مختلفة عن الصفات بتاعت عبده. فأقول مثلا علي دوت الإيدج هيساوي مثلا 50، وعلي دوت الكالر هيساوي مثلا بلاك، وعلي دوت الهايت مثلا 170، وعلي دوت الويت 80 مثلا. فلما أجي بقى أعمل برنت لعلي دوت كولر مثلا هيطلع معايا الناتج بلاك. فأنا كده عشان عملت 2 أوبجكت، واحد اسمه عبده واحد اسمه علي، لنفس الكلاس اللي اسمه human. والكلاس اللي اسمه human كان فيه مجموعة صفات زي الويت والهايت والكولر والإيدج.
فأي اوبجكت بقى عندي هاجي أنشئه من الكلاس دوت هيكون متاح ليا إن أنا أديله الصفات ديت. طب افرض دلوقتي يا شباب أنا مديتش مثلا صفة الويت للكائن اللي اسمه علي، وجيت مثلا عملت برنت لعلي دوت ويت، هقول مثلا علي دوت ويت، هل هيطلع معايا ناتج يا شباب؟ فتعالى نعمل كده. فزي ما انت شايف ما طلعليش ناتج، طلع كلمة null. ليه طلع لي كلمة null؟ لأن أنا ما حطيتش قيمة الويت للأوبجكت بتاعي اللي اسمه علي. فأنا لازم أحدد القيمة بتاعت علي إن هو الويت بتاعه كان مثلا 70. لما أجي أعمل run هتلاقي إن هو 70. طب افرض دلوقتي عشان أنا كنت هعمل مجموعة بشر وكل البشر الويت بتاعهم كان ثابت، بحيث إن أنا مش محتاج إن أنا أديله قيمة الويت ديت. طب أنا أعمل كده إزاي؟ هقولك تعمل كده عن طريق إن أنت تروح للمتغير بتاعك اللي أنت أنشأته اللي هو الويت، ونديله قيمة ثابتة هناك. فأنا عشان أعمل كده طبعا هشيل علامة الاستفهام وأحط قيمة ثابتة للويت دوت اللي هما مثلا كانوا 70. فأي أوبجكت دلوقتي عندي يا شباب حاجة استدعيه من الكلاس اللي اسمه هيومن، الويت بتاعه هيكون 70. فأنا دلوقتي لو جيت شلت علي دوت ويت دوت وشلت كمان عبده دوت ويت، وتعالى نعمل برنت كمان لعبده دوت ويت هنا عشان تشوف الفرق. لما أجي أعمل كده رن هتلاحظ إن هو 70 و70. ليه حصل معايا الكلام ده؟ حصل معايا الكلام ده لأن أنا حطيت قيمة ثابتة للمتغير بتاعي اللي اسمه ويت اللي هو الصفة بتاعتي يعني كانوا 70. فأي أوبجكت عندي هاجي أنشئه هيكون قيمة الويت إيه 70، حتى لو أنا ما اديتلوش القيمة ديت. تفرض كان عندي مثلا واحد مختلف عن التانيين، فأنا كنت محتاج أديله القيمة ديت مختلف عن التانيين. هل ينفع نعمل كده؟ ينفع إن أنا أعمل كده عن طريق إن أنا هكتب كلمة علي دوت الويت وهديله قيمته بقى هناك 80 مثلا. فلما أجي أعمل كده رن هتلاقي إن هو 80. طب ده حصل إزاي؟ أقولك حصل إن إحنا حاطين قيمة ديفولت، قيمة افتراضية لأي كائن أنا هاجي أنشئه من الكلاس دوت هيكون الويت بتاعه 70. فأنا حتى لو أنا ما اديتلوش القيمة ديت وعملت برنت مثلا لعلى دوت ويت هيساوي القيمة الافتراضية. طب افرض مثلا كان معايا واحد مختلف عن التانيين، فعادي جدا تروح تديله القيمة ديت طبيعي خالص. فده شبه كان طريقة استدعاء الأوبجكت من الكلاس عن طريق إن إحنا بنكتب الكلاس بتاعنا، بعد كده بنحط اسم الأوبجكت بتاعنا وبيساوي الكلاس اللي إحنا أنشأناه. وبعد ما إحنا بننشئ الأوبجكت بتاعنا بنديله بقى الصفات الموجودة في الكلاس اللي اسمه هيومن زي ما إحنا عملنا كده. لو كنا حملنا مثلا نخلي يكون في قيمة افتراضية بحيث أي أوبجكت حاجة استدعيه هيكون عنده القيمة ديت، فاحنا عملنا الكلام ده عن طريق إن احنا ادينا له قيمة في الكلاس بتاعنا. لو كان عندنا مثلا حالة مختلفة مش عايزين ياخد القيمة ديت كنا اديتها له عادي جدا زي ما حصل عندنا في علي، ادينا له قيمة 80 وعملنا رن ظهر معانا 80. وعندي هنا في عبده ما ادينالوش قيمة الويت فظهر هنا عندنا 70. اللي حصل دوت لأن احنا حطينا قيمة افتراضية. واللي لسه مش فاهم فيكم فكرة الأوبجكت والكلاس، فأنا إن شاء الله أقول لك على مثال دلوقتي هبسط لك الدنيا. أنا عايزك تتخيل معايا إن إحنا عندنا مثلا مصنع، وأي مصنع عندنا بيطلع عندنا منتجات. فالمنتج دوت أنا عايزه مثلا يكون عنده صفات معينة. طب أنا بعمل الكلام ده إزاي؟ إن أنا بروح جوه المصنع بحدد الأول الصفات بتاعة المنتج دوت علشان المنتج معايا يطلع بالطريقة اللي أنا عايزها. فنفس الفكرة عندنا هي في الكلاس والأوبجكت. فأنا عايزك تعتبر إن الكلاس بتاعك هو المصنع، وإحنا جوه المصنع بنحدد الصفات بتاعة المنتج بتاعنا عايزينه يطلع عامل إزاي. طيب المنتج عندنا هو عبارة عن إيه؟ المنتج عندنا هو الأوبجكت. فأنا طلعت منتج اسمه عبده من المصنع اللي اسمه هيومن، وحطيت صفات للمنتج اللي اسمه عبده دوت عن طريق إن اديت له صفات مثلا الإيدج 22 والكالر خليته وايت والهايت خليته 81. فده الفكرة من الكلاس والهيومن. وأقول لك على حاجة، تعالى نعمل مثال على مصنع اندومي. علشان أعمل مصنع اندومي أول حاجة هعملها هعمل الكلاس بتاعي اللي هو المصنع يعني. هكتب كلمة كلاس والاسم بتاعي اللي هو اندومي. طيب جوه المصنع اندومي دوت أنا كنت عايز أطلع منتجات إيه؟ مثلا عايز أطلع منتج اندومي لحمة، اندومي فراخ، اندومي خضار. فأروح أعمل سترينج الفليفر زي ما انتوا شايفين كده. وتعالى مثلا نعمل انت البرايس، وتعالى نعمل بقول سبايسي مثلا إذا كان أحط فيه سبايس ولا لأ. وطبعا هخلي القيم دي نل لأن كل اندومي عندي هيكون مختلف عن التاني.
فأنا كده يا شباب عملت مصنع عندي، مصنع اندومي، ومصنع الاندومي دوت كان هيطلع عندي منتجات اندومي مختلفة. فعملت ايه؟ عملت سترينج الفليفر، لأن أنا هيكون عندي أكتر من اندومي مختلف في الفليفر، وعندي انت البرايس. وتعالى نثبت البرايس بتاعنا، نديله مثلا قيمة 10 جنيه مثلا. ليه عملت كده؟ عملت كده لأن أي اندومي عندي هيكون قيمته ثابتة، فأنا حطيت قيمة ثابتة للبرايس بتاعي اللي هو ب10. وعملت كمان بول السبايس إن أنا أحط فيه سبايس ولا لأ. فتعالى بقى نعمل أوبجكت من الكلاس اللي اسمه اندومي. بروح بكل بساطة في المين فانكشن، أعمل إيه؟ هكتب اسم الكلاس بتاعي اللي هو اندومي، اللي هو بينتمي لي يعني. بعدين هسمي المنتج بتاعي مثلا اندومي بيساوي إيه؟ بيساوي اندومي. طيب المنتج بتاعي اللي اسمه اندومي بقى، كنت عايز اديله فليفر ايه؟ عايز اديله فليفر مثلا فراخ. وكمان كنت عايز ادي السبايسي، فاقول اندومي دوت سبايسي بيساوي ترو، وانا قاعد احط في سبايسي. طبعا البرايس عندي ثابت في كل اندومي عندي، فمش هديله القيمة ديت. لو حبيت بعمل برنت ل اندومي دوت الفليفر، هتلاقي عندي ايه؟ هتلاقي عندي تشيكن. وتعالى نعرف برضو البرايس بتاعنا، فقط برنت اندومي دوت برايس. عملت رن، هتلاقي عندي 10. فده شبه كان الفكرة من الكلاس والأوبجكت، وأتمنى إن المثال الأخير دوت وضح لك الفكرة بتاعة الكلاس والأوبجكت. يبقى تعالى نرجع تاني. دلوقتي يا شباب أنا كنت عايز أعمل منتج عندي اسمه اندومي. فعشان أعمل منتج الاندومي دوت، أول حاجة أروح أعمل الكلاس بتاعي. فأنا هنا عملت كلاس اندومي، وحددت مجموعة صفات لأي منتج عندي هاجي أنشئه، زي مثلا الفليفر، وحطيت البرايس عندي ثابت، وعملت بقول السبايسي عشان لو عايز أحط سبايس ولا لأ. بعد كده رحت استدعيت الأوبجكت بتاعي من الكلاس اللي اسمه اندومي، وحطيت الصفات بتاعتي زي الفليفر خليته تشيكن، والسبايسي خليتها ترو عشان عايز أحط سبايسي يعني. وأنا لو حبيت بعرف القيم بتاعتي عملت برنت، وطلع معايا الناتج زي ما انتوا شايفين كده. فبس ده كان الفكرة يعني. يبقى كده أكون وصلت لنهاية الفيديو، أتمنى تكون استفدت منه. مع السلامة.